انا بعد الحاجه اللي صارت لي اليوم خلاص تعقدت ومستحيل ندير ثقه في حتى واحد. خلوني نحكي لكم القصه من البدايه. انا قبل 10 ايام من اليوم كنت عيان كاره من الخدمه، كاره من كلش الضغوطات عليا. وصلت الحل اني ندي اجازه ونريح عقلي فيها. وكاين زوج دول راني باغي نروح لهم، يا سويسرا يا اليابان. رحت شفت اليابان، السلام عليكم اليابان كيفاه؟ طول الفيزا تاعها. رحت شفت سويسرا، الفيزا تاعها طول اكثر. رحت سقسي شات جي بي تي، قلت السلام عليكم شات جي بي تي خصني دوله نروح لها بالخف. سقسيته عطاني زوج دول، يا السنغال يا جورجيا. وقال لي اختار. بعد تفكير قصير اخترت جورجيا، قلت فيها الثلوج فيها كذايا، نروح فما ونصفي عقلي والاجواء جميله. حجزت التذكره غدوه باش نروح لجورجيا. بسم الله نوض الصباح خملت قشي وقلعت المطار، درت لاشان ساعه في الجوازات. اول حاجه اول غلطه محمد نسى الباسبور تاعو في الدار، وكانت باقي 40 دقيقه باش تقلع الطياره تاعي، والمطار بعيد على داري 20 دقيقه. راكم معايا؟ قلت خلاص نخرج نجيب جواز تاعي ونرجع، يا ربي نلحق على الطياره. خرجت برا لقيت اوبر، قلت له السلام عليكم الطياره تاعي بتروح عليا، وصلني للدار نجيب باسبور ونجي. قال لي دير فيها الثقه، انا بزاف عباد وصلتهم بالخف، بصح خلصني تقريبا 1.5 مليون. قلت له روح خلصك 1.5 مليون. خلصتوا 1.5 مليون يا جماعه، انا هنا في الرياض بصح خلصتوا تقريبا 1.5 مليون. قلت له وصلني. قال لي خلاص دير فيها كونفيوس. رحت للدار جبت الباسبور رجعت الطياره راحت. سيد قال لي دير فيها كونفيوس، نقبني في 1.5 مليون، والتيكت الطياره راح والطياره راحت معايا ما رحتش. قلت معليش خيره والحمد لله وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. رجعت للدار وحجزت تيكي الغدوه من ذاك باش نروح لجورجيا. غدوه من ذاك نص صباح بكري باش ما تفتش علي الطياره، وديت معي الباسبور. شغل ركزت على الباسبور هذه المره، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. صاروا لي شويه مشاكل في المطار ولكن فت وركبت الطياره. قلت خلاص راح تبدا الاجازه تاعي ذوكا وراح نرتاح، نطفي تليفوني، خلاص راح نصفي عقلي ذوكا. وصلت لجورجيا ورحت عند الجوازات نشوف الناس اللي قدامي يفوتوا، كل واحد يفوت طاك طاك طاك، تاع الجوازات يرحبوا بهم يضحكوا معاهم. انا قلت خلاص هذه البلده شابين حبوبين يبغوني معايا. تقول الحمد لله تطور اوروبا معايا. رحت عند الجوازات شاف الباسبور تاعي دف قالت لي يو ار عرب، قلت له يس. اوكي لفت قالت لي انت مسلم، قلت له ايه. وهنا يا جماعه تعرضت لاكثر موقف عنصري بلد، اسوأ معامله تعرضتها في حياتي. خلاص شوف الكاميرا وتعرش لي يرجع الرول قدم لقدام، والله غير كانت تمسخر بيا ويتعنصروا باش يتعنصروا. شاف البوليسي تعرش عليه قال عليك تعرش عليه. هضرت له بالجورجيا قلت له مسلم. كي قلت له مسلم قاعدين يضحكوا زاد عرش لي هو فان. تقول المهم راك في دولتهم ما تقدر دير والو، شبعوا بيا تمسخير وما تخلوني نفوت. غير فت يا جماعه انا خلاص كرهت الدوله، كرهت السفره، كرهت كلش. السفره تاع جورجيا يا جماعه باختصار وقيل اسوء سفره سافرتها في حياتي، ماشي واقيل اسوء سفره سافرتها في حياتي. سمعوا المشاكل اللي صراو لي، نعددهم لكم كل كامل المشاكل هذا وثقتهم في السناب وفي الانستغرام. بس سمعوا المشاكل اللي صراو لي. بسم الله بسم الله. رحت علي الطياره تعنصروا عليا في المطار، تعنصروا عليا كي جيت نشري البيس، حبس لي الطوموبيل باتري تحطفات ما بغاش تنوض لي بس باش نوضتها. رحت للوطن اللي موراه عاود فات لي الطوموبيل من حيث لا اعلم باتري طفات، عاود صنعتها وبعد ديتها عند الصانع نصنعها. لا بوليس حبسوني فوق 6 خطرات. كل ما يشوفني نسوق في الليل كيما يقول لي حبس، يقول واش يعطيني هذيك النص هذيك تاع كيسموه تاع ذاك السكران كل شويه نمص معمر 16 وحده في الاخر. بعد خبطني بروسي قال لي يا رواد تاعك محكوكين. فاتوا ذوك ال10 ايام بخيرهم وبشرهم. قلت خلاص راني راجع ذوك للدار، راجع للرياض. الحمد لله كملت هذه السفره بخيرها وبشرها. راح نرجع للرياض يا جماعه. اليوم قررت اني نرجع الرياض. اليوم وصلت للرياض انايا. المهم وصلت للرياض، غير وصلت للرياض رحبوا فيها في المطار اهلا وسهلا مش عارف انا. وصلت دخلت الرياض فرحان. المهم رجعت للدار. اليوم دخلت للدار قعدت في امان ربي كيما هكايا حتى حسيت كرشي ضرتني، حسيت روحي بان تقي. رحت تقيت يا جماعه، صراحه تقيت الدم. قلت نورمال معليش تقيت الدم بلغي تاع الصفراء كذايا قلبي دار عليا. رحت للطواليت مره اخرى كرشي ضرتني تقيت الدم، وهذه المره تقيت الدم بزاف يا جماعه. الدم صافي شغل مشي دم وشويه ما لا دم راكم معايا. بعد حاشاكم كرشي ضرتني دخلت الطواليت، وبعد كي دخلت الطواليت نوض قاعد نشوف الكولار اللي راهو يخرج بنخش حاشاكم تاع نداء الطبيعه. الكولار تاع نداء الطبيعه كحل بترول كحل. قلت راني نكح الدم وراني نخرج البترول من تحت فيها عفسه. رحت سقسيت شات جي بي تي السلام عليكم شات جي بي تي راني نكح الدم وراني خرج بترول من تحت وراي جايتني الدوخه. شات جي بي تي ما زعقش معايا، قال لي اسمع روح ضرب الاستعجالات. السطر الاول اللي كتبوا لي قال لي قادر يكون عندك نزيف داخلي، قادر يكون عندك سرطان الكبد. انا الصراحه راني خايف، خفت قلت خلاص عندي السرطان. رفدت يا جماعه اديداسي قلعت الاقرب هنايا كيسموه استعجالات. دخلت الاستعجالات كيما هكايا قلت محمد انت عندك سرطان الكبد ولا نزيف داخلي. خايف يا جماعه خايف رايح نصفق والدوخه فيا. رحت بالسيف وصلت لذاك الاستعجالات. دخلت الاستعجالات السلام عليكم باغي نفوت قالوا لي ريح سجل ريح ثوك عيط اسمك. وانا مقلق انتو يشوفوني راني خايف تتطفر راكم معايا. قعدت نقرا 10 دقائق تقريبا جا واحد قال لي محمد اروح. وانا نص يا جماعه باش نروح توريا معايا غير نص كيما هكايا باش نروح ندخل الاستعجالات. جا واحد يجر في بويو شيباني جاي يجره في الشارطه ودخلوا ديريكت. هذاك اللي عيط لي كي شاف بويو قال لي بالله انتظر شوي خلينا نشوف هذا قبلك بعدين ادخل انت بعده. جماعه راني بين الحياه والموت، قادر يكون عندي سرطان الكبد. هذه مش وقت المجامله، الاولويه للكبار ومانيش عارف انا يا جماعه مش وقتها. خلونا نهضروا الصح نكون معاكم انا صريح. السيد عايش
70 سنه 70 سنه ولا 80 سنه ما باقي له شو يودع، والاعمار بيد الله راك معايا، قادر نموت قبل وكل شيء راك معايا، بصح عايش 70 سنه وجاي تدي لي بلاصتي راك معايا. انا فعلا عندي قادر يكون عندي السرطان ولا عفسك معايا ورك، هلا جاي تدي لي بلاصتي كيما هكا عمره 70 سنه في الشريطه، وانا راني نشوف فيه مش مريض بزاف، انا راني بنعيان اكثر منه، بصح لانه كبير يجي قبلي، انا داير العشان قاعد 10 دقائق قبلك، ايش دخلي فيك انا تموت ما تموتش، انا تاع 70 سنه انا مازال في عمري 22 سنه راني باغي نعيش، ما تجيش تدي لي بلاصتي. المهم سيد دخل قبلي وانا ماني سامح. اسمع بصح على يدخل قبلي انا يا جماعه منطقيا على 70 سنه انا في عمري 22 سنه في زوج باش نموتوا انا الاولى، هو عاش حياته وانا مازال بنعيش حياتي ياو. المهم الاعمار بيد الله. فات 10 دقائق وقت اخرى عيط لي قال لي محمد ادخل. دخلت الغرفه هذيك الغرفه اللي يجي فيها هكا سرير، كسلني فوق السرير قال لي السلام عليكم استاذ محمد، كي راك مليح؟ واش لي راك مليح؟ اول حاجه فوز الشيباني قبلي خليتني نقال 10 دقائق زياده، ثاني حاجه كون راني مليح ما نجيكش هنا، كون راني مليح جماعه بنبكي، قادر يكون عندي نزيف، انا خايف ما نكذبش عليكم، راني خايف يكون عندي كاش عفسه، انا خايف كيف تقول لي راك مليح؟ المهم قلت له الحمد لله. قال لي واش عندك؟ قلت له راني كح الدم. قال لي من متى؟ قلت له راني كح الدم ذوكا عندي بزاف وانا نكح شويه. قلت له هذه المره كاينه عفسه جديده. قال لي واش هي العفسه الجديده؟ قلت له راني نخرج من تحت كحل خزر فيا كيما هكايا. قال لي كيفاش كحل؟ قلت له كحل كيما البترول. قال لي كيفاش تقريبا اوصف لي. وانا يا جماعه قبل ما نروح للاستعجالات صورته باش اونقي يسقسيني ولا نوريه له. قلت له راني مصور ونوريه لك. قال لي دير فيها بليزير افضل. توسوس له واش اللي يدير فيها بليزير. المهم وريته له يا جماعه شافوا خزر فيا قال لي دقيقه نعيط للطبيب واحد اخر. جاب لي طبيب شيباني شغل طبيب يبان باللي صح طبيب شغل اورا تاع طبيب تبان. قال لي هلا محمد. قال لي كيفك مش عارف واش اللي كيفك. المهم هذه تحكي فقلقتني. قال لي كي راك وقع؟ قلت له الحمد لله. قال لي واش فيك؟ قلت له راني كح الدم وشوف. وريته له هو فان جماعه، وريت له شغل وريت له البوراس حاشاكم راكم معايا شغل راني نقول لك وريت له حسيت روحي بلي وريت له حاجه اخرى، لا وريت له البوراس كنت مصوره هو اللي كحل لونه تاعو كيما البترول. خزر فيا قال لي قادر يكون عندك نزيف داخلي ونسبه قليله بالك سرطان لا سمح الله، بس قال لي ما كاش. انا كنت حاسب قبل قلت شات جي بي تي جوجل دائما يضخم الامور. جاء الطبيب وذاك الطبيب عنده الاورا قال لي قادر يكون عندك نزيف داخلي وكذايا. انا هنا خفت يا جماعه صراحه، راني خايف على صحتي ما نكذبش عليكم، شغل الصحه اهم حاجه، كي تجي في الصحه خلاص كلش ما يبدا يبان لك والو. قال لي لازم ننقلوك على المستشفى الكبير، المستشفى الاساسي. انا كنت في قسم وكنت في استعجالات. قال لي لازم ننقلوك المستشفى الكبير. قال لي ولكن تكلفه حق العلاج والعمليه راح تكون غاليه. معايا قلت له شعال غاليه معايا؟ قلت له شعال. قال لي تقريبا من 100 مليون ل 130 مليون. في هذه اللحظه يا جماعه انا ما همونيش الدراهم الحمد لله ما همونيش الدراهم يجوا ويروحوا معايا، بصح شتا هو المرض اللي يكلفك 130 مليون. شتا هو ذا المرض اللي واش لي قلت له معليش واش فيا انا واش فيه صح واش فيا؟ قال لي نورمال عادي قادر يكون فيك نزيف، بصح لازم نحولوك ذوك للمستشفى الكبير، هنا كاين اخصائيين وكاين اجهزه متطوره وكذايا. راني خايف ما كذبش عليكم راني خايف. قالوا له ذوك تجي طبيبه دير لك تحليلات وان شاء الله ما فيه غير الخير. الطبيب هذا راح غير خرج جو زوج فرمليات. حسيت قلت على جو زوج على ما جات غير وحده معايا على العنايه دي الزايده. انا خفت والله غير خفت تجمع. وحده ركبت لي المغذي والثانيه قاعده تقول لي باللي انا جديده هنايا وراني غير كما بحال دخلت وكذايا، بصح دير فيها ثقه راح نجبد منك الدم وما تخافش. انا اخر مره واحد قال لي دير فيها ثقه يا جماعه هذاك اللي قال لي نوصلك تجيب باسبور وترجع ونقبني في 1.5 مليون وراح هكا معايا ما وصلني ما والو. المهم قلت معليش راني بين يدي خلي يجبد لي الدم. ثقمني الثقبه الاولى يا جماعه بتجبد الدم، ثقبتني ما جبدت الدم. قلت لي اول تراي قال ثقبتني المره الزوجه ما جبدت الدم يا جماعه، وهي تجبد الدم في المره الثالثه دخل واحد لابس ثوب وشماغ، لابس عبايه والشماغ تاعهم هذاك يا جماعه، ويبان باللي مشي طبيب راك معايا. فتح لي اليزار دخل عليه الشومبره وانا نشوفه مدخل يدو في جيبه معايا وانا قاعد السيروم. تخيلوا معايا الموقف انا متكسل هنايا عندي سيروم راكب في يدي هنا، سيروم راكب هنا في يدي، والطبيبه الزوجه قابضه يدي هذه والسي جبد لي في الدم معايا وانا متبطح ونشوف فيه. سي جبد الصرافه من جيبه، الصرافه يا جماعه هذه اللي يخلص عليك بها معايا. قال لي عشان نكمل الاجراءات لازم تخلص. وهو غير قال هذه الهضره نشوف الطبيبه هذه كان جبد لي في الدم كانت في النص، والدم ما كان جبد فيه من العرق كان جبد فيه من اللحم. انا نشوف فيه باللي الدم واش ينجبد راهو يجبد غير شويه، يجبد لي الدم من اللحم. حبست في النص. انت على حبستي انت. المهم حبستي انا غشت حبست بالسيف بجبد الدراهم خلصته بالتليفون، دخل الصرافه تاعو في جيبه وخرج شغل ما كان والو، دا دراهم ومشى وراح. مش عارف اصلا دوك ما توسوسلوا اذا خدام معاهم ولا لا. سي جبد خلصته وراح غير خلصته. سمعت الخدامه هذه ولا الطبيبه قصدي سمعت بلي درطط بدات جبت في الدم. ما جبدت الدم يا جماعه، جبت لي الدم من اللحم. قلت لي ام سوري بعد ما ثقبتني 3 خطرات يا جماعه، قلت لي ام سوري. دوك نعيط للطبيبه المحترفه جبد لك الدم. بعد واش دوك. المهم جات الطبيبه المحترفه ومن اول محاوله جبت لي الدم وخلاص. خرجت هذه الطبيبه، ورا ما خرجت هذه الطبيبه جو 3 فرمليات
ثلاثة وهذيك الاولى اللي ثقبتني. دخلوا عليا شافوهم ثقبتني 3 خطرات كما كان فيها ثقابي، والرابعه تاع الطبيبه اسمها مثقب 4 خطرات فيها 4 استيكارات هذوك تاع الثقبه تاع راكم عارفين الثقبه تاع تبجبد منك الدم. كي شافوني كما هكا قاعدين يضحكوا عليها ماشي يضحكوا عليا بصح شافوني يقولوا اوه ويضحكوا. انا بنموت وبيخلوني نخلص 130 مليون بصح بحال على الدراهم بصح شو ذا المرضى اللي يخلص 130 مليون وانتم ما تضحكوا. على كل حال ضحكوا بعد راحوا، وانا الصراحه كي ضحكوا طمنت شويه قلت بالك ما فيها والو، كي راهم يضحكوا راهم نورمال معايا بالك ما فيها والو. داروا لي تحليل الدم، دخلوا عليا يا جماعه 3 طبة دخلوا عليه في نفس الوقت، و3 طبة كومبلي عندهم الاورا تاع الطبيب، 3 كومبلي عندهم الاورا تاع الطبيب كومبلي كبار. قلت اوه بنموت راح نموت خلاص. المهم جابوا شريطه كيما هكايا وقعدوني في الشريطه، قالوا لي قعد في الشريطه. قعدت في الشريطه 2 طبة وطبيبه راكم معايا، واحد يجرب بيا وطبيبه هنايا وطبيبه هنايا يتمشوا معايا هكا يجروا فيا باش يدخلوني واش يدخلوني للطوموبيل هذيك تاع لامبيلونس ويدوني للمستشفى الكبير. يا جماعه غير قعدت في الكرسي جات الطبيب هنا اللي حدايا قال لي هلا محمد كيف حالك؟ قال لي انت قوي، انت بطل، انت شجاع، لا تخاف ما في شيء. جات الطبيبه اللي حدايا قبضتني من يدي كيما هكايا قالت لي انت بطل، انت شجاع، لا تخاف، ترى كل شيء بيمر، وانت شجاع، انت شطور كيما نفس الهضره اللي نقول لكم فيها. وتقول الطبيبه هذه اللي قبضتني من يدي تقول متحجبه وكاع قبضتني من يدي كيما كان. قلت هذه خلاص 100% قالت بلي هذا راح يموت ومش محرم خلاص. وهذا راهو يقول لي انت بطل انت شجاع. يا جماعه منطقيا شوفوا وجهي، شوفوا شكلي قد البغل حاشاه. المهم شوفوا شكلي شوفوا جسمي، مانيش باطل. ما تقوليش باطل، ما يسول صغير باش تقول لي باطل. سما 100% راح نموت 100% كونسار فيا. الله لا يبلانا. بصح كي قاعد يقول لي يا بطل يا شجاع انا قلت خلاص كي نروح لذاك المستوصف الكبير نلقى سبايدر مان وباتمان موجدين لي الهدايا تاع باش نموت وجايبين لي صورتي يغني لي كيما بنموت هاوي معايا. قلت خلاص راح نموت انا. المهم يا جماعه هما يجروا فيا يقولوا لي يا بطل يا شجاع لا تخاف. ركبوني في ذيك رفدوني وركبوني في الكرسي هذاك تاع لامبيلونس. جا طبيب وطبيبه واحد اخرين ريحوا معايا بلعوا الطوموبيل والطوموبيل قلعت. غير قلع الطوموبيل جا ذا الطبيب يهدر. واش قال لي يا جماعه؟ قال لي كيف حالك؟ قلت له الحمد لله. واش بتقول له؟ المهم قال لي شو اسمك؟ قلت له محمد. قال لي انت شجاع انت بطل لا تخاف. انا قلت خلاص 100% سولكينغ راهو يقار علي فما بيغني لي ياوي ترى اخي معايا. قلت خلاص ما فيهاش راح نودع. وصلت فما يا جماعه ركبوني في الشريطه ودوني لواحد الشومبره تاع الاستعجالات هذيك معايا تقول الشومبره تاع عمليات ولا مش عارف. كسلوني فوق ذاك السرير وخرجوا ذو الطبه في زوج خرجوا وانا وحدي في ذيك الشومبره راكم معايا. قاعد كيما هكايا واحد 10 دقائق ولا ما كاش اللي تخلى عليا. الحمد لله ما صبت سولكينغ، ما صبت سبايدر مان، ما صبت باتمان، ما صبت حتى واحد يقارع لي فما. قلت مليح راكم معايا الحمد لله ما راحش نموت. ما كان سبايدر مان لانه كون شفت سبايدر مان كنت راح نموت، كنت راح نهبل راح نخاف. تخيلوا معايا الموقف انا متكسل ونقارع وكانوا مركبين فيها المغذي المعلوميه. تخلى عليا واحد لابس ثوب وشماغ شكله مو شكل طبيب وجبد الصرافه من جيبه. واش قال لي؟ واش توقع عشان نكمل الاجراءات لازم تدفع. انا غاد خلصتهم 7 ملايين ولا مش عارف شحال. انا قال لي لازم تخلص وانا خايف يا جماعه ونجبد التليفون بالسيف والمغذي في يدي ونخلص. غير خلصوا دخل علي واحد الطبيب يا جماعه اكثر الطبيب في اورا شفتو في حياتي ياك معايا. دخل علي قال لي السلام عليكم كيف حالك؟ اوكي يزيد يسقسيني واحد كيف المهم قال لي واش فيك؟ قلت له في راني نكح الدم وخرج من تحت كحل. قال لي وريه لي. واش لي قال لي قصدي وري لي البراز هذاك فين يخرج. وريته له يا جماعه وريت له البراز راكم معايا. قال لي يا صحه. قال لي لف. قلت له علاش نلف؟ قال لي لف كذا على جنبه. قلت له ليش؟ قال لي دير فيها ثقه. انا عندي بروبليم على الكونفيونس دروك. الاول قال لي دير فيها ثقه نوصلك ما وصلنيش. الزوجه قد يدير فيها الثقه ثقبتني 1000 مره. جماعه المهم شا بدير درت فيها كونفيونس ودرت على جنبي. درت كيما هكايا على جنبي يا جماعه. غير درت ووجهي راه صد منه والسيد راني عاطيه ظهري. راك معايا تعطي له ظهرك راك داير فيه فول كونفيدنت دير فيه الثقه الكامله. سيب السيد بيهبط لي السروال كيما راني نقول لكم. السيد بدا يهبط السروال ودور عليه. وين احنا واش قلت له شاك دير قول لي قبل هيئني نفسي واش دير راك تهبط السروال. قال لي باش نشوف باش نتاكد برك من واحد الاخر ونسيبو رافد ود الحاجه داير قد هاك. قلت له ايش داير؟ قال لي بندخلها. واش تدخل؟ قال لي هذه باش نتاكد ونشوفوا مش. قلت له لا. قال لي واش لا؟ قلت له لا اجمع بين حيل اجمع ود العيه داير هكا باغي يدخل مش عرفتش تاهي. اول حاجه جا ذاك السيد قال لي خلص. غير خلصت جا ذا السيد بدا نخلص باش ديروا لي هكا. هذه اول مره نشوف واحد يخلص باش. قلت له لا. قلت له ما راحش ندير هكا. قلت له اتوقع اسوء الاحتمالات فيك. قلت له انا فيها السرطان داويني على اساس فيها السرطان ماشي خلاص. ما واش اللي
المهم يا جماعه السروال ما هبطوليش كومبلي، هبط لي شويه، طلعت سروالي قلت له لا، قال لي خلاص، قال لي راح نشوفوا التحاليل تاعك وراح نرد لك اخبار، اذا مش عارف انايا راح تدخل. قلت والله ما يدخل تاعك معايا، قلت ما تدخلش. المهم راح يشوف التحاليل وانا قاعد نقرا واحد نص ساعه ولا هكا يا جماعه، او دخل عليا قال لي السلام عليكم، التحاليل تاعك شفناها والحمد لله، الدم تاعك مليح، مستوى الماء عندك مليح، مستوى الاكسجين ولا مش عارف مليح، قال لي كلش راهو فيك بيا والحمد لله ما فيك والو. قال لي هذه غير من السفر، كي جيت من السفر وكذا. قال لي انت جيت من السفر؟ قلت له ايه جيت من السفر. قال لي غير كي جيت من السفر شغل تبدل عليك الجو، انت كنت في الثلج وجيت للرياض، قال لي سما كي تبدل عليك الجو وكذا يصرى لك كيما هكايا. قلت له صح. قال لي ولكن عشان نتاكد غد واحجز مع الجهاز الهضمي، مع الطبيب تاع الجهاز الهضمي هنا عندنا، ودير منظار. المنظار يا جماعه شتا هو واحد الجهاز يدخلوه لك من فمك كيما هكايا باش يشوفوا في كرشك واش فيك واش ما فيكش، اذا فيك نزيف داخلي اذا ما فيك والو. قال لي اسمع عشان نتاكد 100% غدوه احجز. قلت له خلاص نحجز غدوه مليح راك معايا، ما راحش تدخل فيا هذه. قال لي لا. قلت له والمنظار كيفاش الطريقه تاعو؟ قال لي قلت له راح يدخلوا لي من فمي صح؟ قال لي لا ما راحش يدخلوا لك من فمك. قلت له ما راح يدخل لي المنظار؟ قال لي راح ينوموك ودور على جهتك ويدخلوه لك من تحت. قلت له دقيقه واش اللي يدخلوا لي من تحت؟ قال لي المنظار. قلت له لا ما يدخلوش من فمك. قال لي لا لانه انت عندك شغل راهو يخرج لك من تحت كحل ومش عارف انا، لازم يدخلوا لك من تحت المنظار. قلت له واه صح. قلت له وين نحجز؟ قال لي غدوه. هبط لي السروال وبغى يدخل فيها ذي، وذوك باغيين ينوموني يرقدوني ما نعرفش ايش صرالي ويدخلوا فيها المنظار. والله يا جماعه ماني رايحه، والله ماني حاجزها، هذا وين جيت من عند الطبيب والله ماني حاجزها. المهم يا جماعه الطبيب خرج، قعدت نقرا واحد نص ساعه ولا، قلت راني في سبيطار واخذوه دوكا، رجعوني للسبيطار اللي كنت فيه، لانه السبيطار اللي كنت فيه الاول حدا دارنا. خرجت كيما هكا رحت ذاك الطبيب قلت خلاص خلصنا. قال لي ايه خلصنا، هاك هذه الورقه وروح الفرماسي غاد جيب الدواء تاعك وروح لداركم. قلت له ما راح توصلوني؟ قال لي لا راك مليح روح. قلت وسوس له يا جماعه، جابوني في الطوموبيل وفي الشريطه، بغاو ينحوا لي السروال ومن بعد قالوا لي روح. انا نتخيل وليت نحس كاع الناس مش محترمتني في السبيطار يا جماعه. اللي يخزر فيا قبل كانوا يقولوا لي يا بطل، ذوك راهم يخزروا فيا واحد الخزره دونيه. هذاك الطبيب توسوس له 100%، كذب عليهم وقال لهم نحيت له السروال ودخلت له هذيك، ما ولاوش يحترموني. هو ما دخلهاش بصح قال لهم ايه انا هذاك نحيت له انا نتخيل وموسوس معليش. المهم رحت يا جماعه وانا كيما هكا شغل مهبط راسي، ما نكذبش عليكم انا ما نهبطش راسي بتاع ذاك النهار، كنت مهبط راسي باللي راح يدخلوا فيه المنظار ويقول له، حسيت الناس كيما كانت تتهامس تقول غدوه راح ينوموه ويدخلوا فيه المنظار. المهم رحت الفارماسي يا جماعه قلت له اعطيني هذا الدواء. الفارماسي غزر فيا كيما هكا قال لي روح دير لاشان كيما الاخرين. قلت علاه يدير كيما هكا، على اسلوبه معايا كيبغاو ينحوا لي السروال، راه عارف بلي راح يدخلوا لي المنظار، على ذي السبب اسلوبه راه هكا معايا. قال لي روح جيب تيكي. رحت نجيب التيكي يا جماعه، والصدفه سبحان الله مصادف الصدف يا جماعه، وانا تخيلوا انا موسوس ونتخيل رحت نجبد التيكي هذاك الانتظار كما تاع لابوست واش خرج لي الرقم. تخيلوا واش خرج لي الرقم، توقع 106. الحمد لله يا ربي ما يعرفوش 106 واش معناه هنا في السعوديه، ولا ما يعرفوش الكود تاعها واش. ديت ذا الكود شفت فيه هبطت راسي ونسمع الرقم 106 يتقدم للامام للشباك 3 مش عارف واش، ونروح نعطي له يا جماعه ذاك التيكي تاع 106. عطيت له الوصفه الطبيه، اعطاني الدواء، قلت له هذا شعل ناكله من خطره في النهار. واش ريبوندالي؟ قال لي انت على بالك شعل تاكله واش اللي قلت له واش قصدك هكا معايا؟ قال لي لا انت عندك الوصفه الطبيه راه مكتوب فيها كلش. قلت له صح. توسوست له انا غير خرجت برا يا جماعه، ركبت في الاوبر باش نرجع لدارنا طبعا، لانه جابوني بغاو ينحوا لي السروال وقالوا لي ارجع لداركم. الاوبر جيت نركب بالقدام معايا، جيت نركب بالقدام حذاه، غير جيت نركب بالقدام قال لي ارجع الرول ما تركبش القدام. انا على واحد مش يحترمني، على الاحترام تاعي راح قبل كانوا كاع محترميني ملي جيت من المطار وعندي عامين هنا كاع محترميني، كي بغاو ينحوا لي السرول يدخلوا المنظار ولا حتى واحد يحترمني. المهم رجعت للدار يا جماعه وجيت هنايا راني نصور لكم في القصه اللي صرات لي. والله ماني رايحه غدوه ندير المنظار، والله ما راح ندير. ما تجيش تقولي انت موسوس وهذا الطب ودير المنظار وصحتك يا جماعه، الموت ولا المنظار ماشي يجي ماشي غدوه من غدوه انا نروح ندير المنظار ومن بعد صرا لي بروبليم معاك تجي تقول لي انت نومك ودخلوا لك المنظار مش عايش ادخل. يا جماعه ما راحش نديرو، وانا نخاف من ذو الصوالح يقول لك الشرف اهم من كلش، وما تجيش تقول لي انت متحجر وهذا علم وطب وبزاف ناس يديروه. يا جماعه انا متحجر وانا يا خواف وانا كلش. هذا اللي صرا لي ان شاء الله ما فيها غير العافيه. راح ناكل ذا الدواء اللي عطاهوني، والطبيب قال لي ما فيك والو، قال لي باش تتاكد برك روح دير هذا المنظار. سما بالمختصر يا جماعه ادعوا لي ما يكون فيها غير الخير. وحاجه اخرى يزيد يقول لي واحد دير فيها كونفيونس، سمعوا يزيد يقول لي واحد دير فيها كونفيونس طيب معايا. المهم يا جماعه هذا فيديو راح يعجبكم وروحوا شوفوه، ما تنسوش الجام والابوني. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.